السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهاردة الفيديو نصايح في المطبخ. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هتستفيدي جدا. اول نصيحة هي عن عمل البسكويت. لما نيجي نعمل اي نوع من انواع البسكويت نختار الدقيق الخاص بالكعك والبسكويت يا حبايبي، عشان ده بيكون دقيق ملهوش عرق، وكمان مش بيعمل شبكة جلوتين في العجين، فبيدينا البسكوتة هشة وناعمة وبتكسر بسرعة. طيب كمان ما تعجنيش البسكوت كتير، لا يا دوبك تلم العجينة علشان ما يتكونش عرق في العجين. طيب تاني نصيحة هي لما تيجي تعملي معجنات قرص، فينو، كايزر، اي معجنات خمريها مرتين، مرة قبل التشكيل ومرة كمان بعد التشكيل، بتدي نتيجة هايلة جدا. تالت نصيحة هي لما تيجي تعملي رز بلبن او اي حلو بيتحط فيه فانيليا او ماء ورد، حطيهم في الاخر خالص علشان الزيوت العطريه والروائح بتاعتهم، وكمان ما يمرروش في الوصف. بس كده، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.